نهار 9 يناير 2025 أعلنت الوزيرة الأولى الإيطالية جورجيا ميلوني عن دخول دول جديدة في خطة ماتي للتعاون مع إفريقيا. لائحة هاد الدول كتشمل كل من أنغولا، غانا، تنزانيا، السنغال وموريتانيا. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة التالية: كيفاش بدات انطلاقة ديال خطة ماتي؟ شنو هي الدوافع؟ شكون هي الدول المعنية حتى الآن؟ وشنو كيشكل دخول موريتانيا في هاد الخطة بالنسبة للمغرب، باعتبار موريتانيا كيجمعنا معها التاريخ والجغرافيا، وصبحت من اللاعبين الأساسيين في التخطيط الجيوسياسي ديال المغرب في السنوات الأخيرة. وكآخر سؤال، شنو هي العقبات اللي ممكن تواجه إيطاليا في تنزيل خطة ماتي؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو على قناة مملكة. الموضوع ديالنا هو خطة ماتي أو ماتي باللغة الفرنسية. أول من أطلق خطة ماتي في الخمسينيات هو إنريكو ماتي، المؤسس ديال شركة ديال إني ديال النفط والغاز، الشركة الإيطالية المعروفة عالميا. بالإضافة إلى أنه هو مؤسس الشركة العالمية ديال إني، إنريكو ماتي كان قائد واحد المجموعة مقاتلة خلال الحرب العالمية الثانية كتسمى بالألهاب الخضراء أو الشعلات الخضراء لي فلام فيرت. إنريكو ماتي كان عنده واحد التصور ديال بناء علاقة تعاونية واسعة النطاق مع الدول الإفريقية، خصوصا المنتجة للهيدروكربورات، بدلا من الاستغلال المباشر ديال الخيرات ديال هاد البلدان. بحيث كان كيشوف أن إيطاليا خصها تموقع كشريك موثوق بالنسبة لهذه البلدان عبر الدخول في شراكات معها في مجالات أخرى عوض الاقتصار على النفط والغاز. في 25 أكتوبر 2022 خلال الخطاب ديال التنصيب ديالها في مجلس النواب، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كتكلم على الحاجة إلى قيام إيطاليا بتعزيز علاقة متجددة مع إفريقيا في شكل الخطة ديال ماتي، وقالت بأنها نموذج ناجح للتعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية. وحدات كأهداف كبرى ديال هاد الشكل الجديد ديال الخطة ديال ماتي: القضاء على الأسباب المؤدية إلى الهجرة، ومحاربة انتشار التطرف الإسلامي في إفريقيا جنوب الصحراء. فجورجيا ميلوني كتعارض مثلا الطريقة اللي كتستغل بها فرنسا الثروات الطبيعية ديال العديد من البلدان الإفريقية، وهذا الشيء كتصرح به علانية، بحيث كتقول أن هذا الاستغلال هو السبب الرئيسي ديال نزوح السكان من بعض البلدان الإفريقية نحو أوروبا بطرق غير شرعية. فجورجيا ميلوني اختارت هذا التوقيت اللي كيشهد واحد التراجع كبير ديال النفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية باش تزيد تخلق المصالح ديالها أكبر مساحة ممكنة، وللحد أيضا من تأثير بعض الدول الغير مرغوب فيها غربيا مثل روسيا والصين. من بعد عام تقريبا، وبالضبط يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 على الساعة 11:42 ديال الصباح، كيجتمع مجلس الوزراء باش يصادق على الخطة ديال جورجيا ميلوني اللي هي خطة ماتي وعلى القوانين المتعلقة بها. في التفاصيل ديال الخطة جاء بأن هذه الخطة غادي تستمر ل4 سنوات، وكتهدف لتعزيز مبادرات التعاون بين دولة إيطاليا ودول القارة السمراء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. والهدف الرئيسي ديال هذا الشيء كامل كما قلنا هو منع الأسباب الجذرية ديال الهجرة غير النظامية. المجالات اللي غادي تهتم بها الخطة ديال ماتي اللي جات في القانون المنظم هي كالتالي: التعاون الإنمائي، تعزيز الصادرات والاستثمارات، التعليم والتدريب المهني، البحث والابتكار، الصحة والزراعة، سلامة الغذاء، الإمداد والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية بما في ذلك المياه والطاقة، حماية البيئة، التكيف مع تغير المناخ، تحديث وتعزيز البنية التحتية بما في ذلك البنية الرقمية، تعزيز وتطوير الشراكة في مجال الطاقة وفي مجال المصادر المتجددة، خصوصا دعم ريادة الأعمال وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، تعزيز فرص العمل، السياحة
والثقافة، وخصوصا وسطروا لي على هذه الجملة الأخيرة: الوقاية من الهجرة غير النظامية ومكافحتها وإدارة التدفقات المهاجرة الشرعية. وجاء أيضا في نص القانون المنظم ديال خطة ماتي أن الدول الإفريقية المهتمة بهذه المبادرة لازم عليها تشارك في تحديد وتعريف وتنفيذ تدخلات الخطة والالتزام المشترك بالاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي. في 28 و 29 يناير 2024 إيطاليا غادي تستضيف القمة الإيطالية الإفريقية. غادي تخبر جورجيا ميلوني القادة والزعماء الأفارقة اللي كانوا حاضرين بالتفاصيل ديال خطة ماتيو بالقوانين اللي غادي تنظمها، وكذلك بالتمويل الأولي اللي كيتقدر ب 5.5 مليار أورو، غادي يكون في شكل منح، قروض وضمانات. 3 المليار أورو من هذا المبلغ هذا غادي يأمنوا صندوق المناخ الوطني الإيطالي، و2.5 مليار أورو غادي تجي من ميزانية التعاون الإنمائي ديال إيطاليا. الإطلاق الأولي ديال هذه الخطة كما جاء على لسان جورجيا ميلوني خلال القمة الإيطالية الإفريقية غادي يشمل 9 ديال البلدان اللي هي الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، ساحل العاج، كينيا، المغرب، موزمبيق وتونس. وغادي يتم في هذه البداية التركيز على 5 ميادين أساسية: التعليم والتدريب، الزراعة، الصحة، الطاقة والمياه. دابا ندوزو لموريتانيا والأهمية ديال الدخول ديالها في خطة ماتي. الموقع ديال موريتانيا الاستراتيجي مهم بزاف بالنسبة للمملكة المغربية، فهي المعبر البري الوحيد للعبور إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء. فمنذ تحرير معبر القرقارات المملكة المغربية لغات المنطقة العازلة اللي كانت كتفصل بينها وبين موريتانيا، وترتب على هذا التحرير وهذا الإلغاء اتفاق موريتاني مغربي من أجل حماية الحدود بعدم خصوصا السماح لعناصر البوليزاريو الوصول لهذه المنطقة انطلاقا من موريتانيا. دخول موريتانيا أيضا في المبادرة المغربية الأطلسية اللي كتهم بالخصوص دول الساحل غير المطلة على البحر، وإظهار الالتزام والبراغماتية اللازمين من جانب الرئيس الموريتاني، بين بوضوح للعالم أن موريتانيا دولة تريد البناء وتبحث عن شراكات تعود بالنفع عليها وعلى دول الجوار والمنطقة ككل. أضف إلى ذلك اكتشاف حقلين ديال الغاز الطبيعي، واحد مشترك مع السنغال والثاني حقل موريتاني خالص. هذا الشيء يجعل من موريتانيا دولة منتجة للغاز، الشيء اللي غيعزز المشاركة ديالها في أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، لأنه بكل بساطة غيسمح لها تصدر فائض الإنتاج ديالها من الغاز للمغرب والأوروبا. ومؤخرا خرجت تقارير كثيرة كتأكد دخول موريتانيا والمملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة في اتفاق ثلاثي كيهم تنمية المنطقة المطلة على الأطلسي انطلاقا من مدينة الداخلة إلى نواديبو. هذا الشيء كيعني أن الارتباط الموريتاني المغربي كيزيد يكبر. الخلاصة ديال هذا الشيء كامل أن موريتانيا غتصير في السنوات القليلة المقبلة دولة عندها وزن وتأثير كبير في المنطقة، فالتواجد ديالها مع المملكة المغربية في مبادرة ديال دولة أوروبية بحال إيطاليا غيزيد يخلق المصالح بين الدولتين، ولما لا إنجاز مشاريع مشتركة في إطار خطة ماتي أو مبادرات أخرى، الشيء اللي غيشجع دول أخرى تستثمر في الدولتين على غرار ما قامت به الإمارات اللي بدخولها أيضا على الخط، وهي أصلا حليف قديم وكبير ديال المملكة المغربية. غيخلق تحالف موريتاني مغربي مهم بزاف في المنطقة ديال شمال غرب إفريقيا. كل العقبات اللي غتواجه إيطاليا في تنزيل الخطة ديال ماتي هي الاستقرار السياسي، فبزاف ديال البلدان اللي دخلات حتى الآن في القائمة عندها مشاكل داخلية، إلا من نقول أن الأنظمة ديالها مهددة بالسقوط في أي وقت. فالاستقرار السياسي كيلعب دور كبير بطبيعة الحال في التنمية وجلب الاستثمارات، فما كاينش شي مستثمر كيدخل الأموال ديالو لشي بلاد النظام ديالها هش، فحتى إلا ما سقطش النظام ممكن التمويلات تعرض للاختلاس أو تصرف في شي مجالات من غير المتفق عليها مثلا.
النوع الآخر ديال العقبات اللي غادي تعترض إيطاليا في تنزيل خطة ماتشي في إفريقيا هي المنافسين. فحضور الصين وروسيا في الساحة الإفريقية كل واحد على الطريقة ديالو كبير وكبير بزاف. فالصين بالرغم من عدم الحضور ديالها عسكريا بقوة في القارة الإفريقية باستثناء جيبوتي اللي كتملك فيها الصين قاعدة عسكرية، فتعتبر الصين أكبر شريك تجاري ودائن لإفريقيا في السنوات الأخيرة، بحيث أن الاستثمارات الصينية في القارة الإفريقية تفوق 53 مليار ديال الدولار. رقم كبير بزاف بالمقارنة مع الرقم ديال 5.5 مليار أورو اللي علنت عليه جورجيا ميلوني في إطار خطة ماتي. المبادلات التجارية بين الصين والقارة الإفريقية حققت واحد الرقم قياسي في سنة 2024، فوصلت لأكثر من 282.1 مليار دولار. بالإضافة إلى كل هذا، فدولة الصين عن طريق الاستثمارات ديالها في إفريقيا كتملك حوالي 7% من إجمالي مساحة الأرض في إفريقيا، أي ما يعادل 465 ألف كيلومتر مربع. روسيا في الجهة المقابلة قدرت تخلق لها مكان في إفريقيا عن طريق التواجد العسكري والمساعدات العسكرية اللي كتقدمها لبزاف ديال الدول الإفريقية. فبالرغم من أن التجارة بين روسيا والقارة الإفريقية وصلت في سنة 2024 ل 21.2 مليار ديال الدولار، فالاستثمارات الروسية في إفريقيا لا تتجاوز 1% من إجمالي الاستثمارات الروسية في الخارج. ومع ذلك فروسيا من خلال المساعدات العسكرية اللي كتقدمها للدول الإفريقية حصلت على إمكانية الوصول إلى الذهب والماس في جمهورية إفريقيا الوسطى، الكوبالت في الكونغو، الذهب والنفط في السودان، الكروميت في مدغشقر، البلاتين والماس في زيمبابوي، واليورانيوم في ناميبيا. الاستراتيجية الروسية للحصول على منافع في إفريقيا كتأكد ما تم نشره في تحاليل المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، بحيث أن روسيا في نظر هذا المركز كتحاول تكتسب النفوذ في إفريقيا من دون الاستثمار في القارة. وكيشوف المركز أن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكتسب قوة إلا إذا رأى بعض القادة الأفارقة أن في روسيا وسيلة لتحقيق أهدافهم. الخبراء في الاتحاد الأوروبي كيشوفوا أن الحل الوحيد أمام إيطاليا باش تخلص من هذه العقبات هو إدماج خطة ماتي في مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بالإنجليزية ب Initiative Global Gateway. هذه المبادرة كانت طلقتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2021، والهدف منها تحسين الاتصال العالمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التنمية الرقمية والبشرية في جميع أنحاء العالم. وتم تخصيص حوالي 150 مليار يورو لإفريقيا. إذا هذه هي الخطة ديال ماتي. كنتمنى يعجبكم الفيديو والمعلومات اللي جات فيه. كنشكركم على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.